السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مع حضراتكم الدكتورة آية القاضي. أهلا بيكم يا جماعة. النهاردة هنتكلم عن دواء مهم جدا في علاج مشاكل الجهاز التنفسي، ناس كتير بتسأل عنه، وده هو البالماكورت. ده دواء استنشاق. المادة الفعالة اللي فيه هي مادة البيوديسونايد، ودي ضمن مجموعة الكورتيكوستيرويد. ودي طبعا بتشتغل انها بتقلل الالتهاب والتورم في الشعب الهوائية. النتيجة بتكون نفس اهدى والنفس بيكون اسهل، بتحسن يعني التنفس. بيكون في منها اشكال دوائية وتركيزات، في منه تركيز ربع وفي منه تركيز نص. الاستخدامات بيكون علاج الربو الشعبي، بيستخدم للاطفال بيستخدم للكبار، علاج انسداد الشعب الهوائية المزمنة، وبرضو احيانا يوصف الاطفال اللي عندهم كحة او صفير متكرر بسبب حساسية او التهابات في على الصدر او الشعب الهوائية، خاصة لما تكون طبعا مزمنة، لانه ده مش دواء طوارئ لما بتكون مزمنة. وطبعا ممكن يستخدم كوقاية لتقليل نوبات الربو، ده بيكون على المدى الطويل. الجرعات، الاطفال غالبا تبدأ الجرعة من ربع او نص ملي جرام مرة او مرتين في اليوم. طيب تمام، الدكتور ممكن يزود الجرعة دي؟ ايوه ممكن يزود الجرعة دي حسب شدة الحالة. تمام، ممكن الدكتور يزودها نص ملي جرام مرتين يوميا، يعني أنبولة كاملة من اللي حضراتكم شايفينه قدامكم ده. هو بيكون شكل الفايل من جوه نفس المنظر ده، هو اللي هو نص جرام. تمام، نص ملي جرام كل ملي لتر، وهي فيها 2 ملي. دي طبعا جرعة الكبار ممكن الدكتور يزودها انها تبقى فايل زي كده كامل مرة او مرتين في اليوم. بل كمان ان ممكن في الحالات الشديدة يوصل لجرعة اكبر، ودي لازم تكون تحت اشراف الطبيب. وهقول لكم كم ملاحظة كده مهمة جدا عن الدواء ده. البالماكورت ده مش دواء اسعافات او مش دواء طوارئ، يعني ما ينفعش ده تاخده وقت الأزمة. ده بيكون علاج لما بيبقى مثلا ربو مزمن أو حاجة مزمنة فترة بتطول، مش علاج طوارئ تاخده في وقت الأزمة. يبقى ما ينفعش وقت الأزمة المفاجأة تاخده، لازم بيتاخد بانتظام علشان يدي نتيجة. تمام، بعد كل استنشاق من العلاج ده لازم تشطف بقك وتغسل أسنانك علشان يمنع الالتهابات الفطرية اللي ممكن تتكون نتيجة تراكم العقار ده من غير ما انت تشطفه. والعلاج ده مش بيتوقف فجأة، يعني اللي بياخد العلاج ده ما يوقفوش فجأة من نفسه. الجرعة والطريقة لازم يحددها الطبيب حسب الحالة، مش استخدام واحد لكل الناس. الختام يا جماعة، البالماكورت دواء فعال جدا، بيستخدم للأطفال والكبار اللي بيعانوا من الربو أو مشاكل في التنفس، بيخلي النفس أهدى والحياة أروق، بس لازم دايما نستخدمه صح وتحت إشراف طبيب. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير علشان غيركم يستفيد، واستنوني في معلومة جديدة. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.